في سؤال ناس كتير بتسأله لنفسها، هو لو اتفرجت على أفلام إباحية أقدر أتعلم منها؟ الحقيقة إن ده واحد من أكتر المفاهيم اللي الناس بتفهمها غلط. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن ليه الأفلام دي مش مصدر موثوق، إيه الضرر اللي ممكن يجي منها، وإزاي أتعلم بشكل صحي وسليم. ليه الأفلام الإباحية مش مصدر للتعليم؟ لأن ببساطة هي مش معمولة عشان تعلم، دي معمولة عشان تثير. يعني زي فيلم أكشن مليان انفجارات، بس مش معناه إنك تتعلم تحارب كده. الأفلام دي بتقدم حاجات مش واقعية، زي أداء مبالغ فيه، أجسام مش شبه معظم الناس، مشاعر وتمثيل مش طبيعي، تجاهل كامل للود والحب والاحترام. المشكلة مش بس في الصورة، المشكلة كمان في اللي بتحس بيه بعدها. الإدمان، العقل بيتعود على الصور دي وكل مرة بيطلب أكتر. المقارنة، بتبدأ تحس إنك مش كفاية أو إنك فاشل. العزلة، تبعد عن شريكك أو تفقد الشغف بالعلاقة الحقيقية. القلق والاكتئاب، الإدمان ده بيأثر على كيمياء المخ، وده بيأثر على النفسية والمزاج. دراسات بتقول أكتر من 50% من اللي بيتفرجوا على الأفلام الإباحية بانتظام قالوا إن ده أثر على علاقتهم بشريكهم سلبا. في الواقع العلاقة محتاجة تفاهم واحترام، تواصل مستمر، راحة نفسية وجسدية للطرفين، وقبل ده كله موافقة وحب متبادل. أما في الأفلام مفيش أي مشاعر حقيقية، مفيش حوار أو تفاهم، كل حاجة بتحصل بسرعة من غير أي تهيئة. في عنف وإهانة، ساعات بتعرض كأنها إثارة، وده غلط وخطر جدا. طيب، لو أنا شفت أفلام قبل كده، هل ده معناه إن علاقتي الحقيقية فشلت؟ لا، المهم إنك تبقى واعي وتبدأ تصلح. مفيش وقت متأخر أبدا. هل ده بيأثر على قدرتي الجنسية؟ آه، بشكل كبير، لأن المخ بيربط المتعة بالحاجات الغلط، فممكن يحصل ضعف أو فتور. طب أتعلم منين بقى؟ في مصادر محترمة وموثوقة، كتب، فيديوهات تعليمية طبية، جلسات مع أخصائيين، وكمان ممكن تتعلم مع شريكك خطوة بخطوة. طيب إيه هي الحلول العملية؟ قلل التعرض تدريجياً وابعد عن المحفزات. اشغل وقتك بحاجات مفيدة، رياضة، هوايات، علاقات صحية. اتكلم مع أخصائي لو حاسس إنك مش قادر تبطل لوحدك. ادي لنفسك فرصة تتعلم العلاقة بشكل سليم، بالحب والاحترام والصدق. أفلام الإباحية مش تعليم، ده تشويه. اللي تتعلمه منها ممكن يبوظ علاقتك بدل ما يصلحها. ابدأ بداية جديدة، اختار تتعلم من ناس فاهمة، من مصادر صح، ومن علاقة حقيقية فيها أمان واحترام. العلاقة مش مجرد أداء، العلاقة شراكة وإنسانية.